خلينا متفقين ان الموسم الدرامي في رمضان السنة دي كان من اضعف المواسم الدرامية. شفنا في الموسم ده كسل الكتاب وصناع الدراما انهم يقدموا حاجة كويسة للمشاهد. انا ما ببالغش والله، بس الموسم ده كان مليان مسلسلات فاشلة وقصص مكررة. معظم المسلسلات دي كانت 30 حلقة، بس دول مش 30 حلقة تشويق واثارة، دول 30 حلقة تمطيط وملل. على الناحية التانية كان في مسلسلات حلوة فعلا تستحق المشاهدة. من ضمن المسلسلات دي ولاد الشمس. طيب خلوني أكون صريح معاكم، أنا من أول ما نزل إعلان المسلسل ده ما كنتش متحمس له خالص، والسبب الأساسي كان أحمد مالك، لأني ما كنتش معجب بأداء أحمد مالك كممثل. ده كفاية دوره في نسل الأغراب، أنا أول مرة أشوف صعيدي كده. بس بعيدا عن كارثة نسل الأغراب، أحمد مالك في ولاد الشمس باين أوي إنه مذاكر الدور كويس وطور من تمثيله وكان مجتهد جدا. الراجل عمل فورمة محترمة بتنافس فورمة بيج رامي، وكمان عمل الحلقة المشهورة بتاعت السرسجية. يا جماعة نبرة صوت ولع وطريقة كلامه بتأكد لك إن أحمد مالك مش من إيجيبت، ده من مصر. بالنسبة بقى لطه دسوقي، فطه دسوقي لا غبار عليه ومفيش حد يقدر يختلف على موهبته. طب ازاي ولاد الشمس انقذ الدراما المصرية السنة دي؟ ولاد الشمس قدر بقصته انه يشد الجمهور. احنا اول مرة نشوف مسلسل مصري بيتكلم عن عالم اليتامى ويطرح المشاكل والصعوبات اللي بيواجهها الاشخاص دول في حياتهم، وهل هما بيكونوا مقبولين في المجتمع ولا لا. وده بالظبط اللي شفناه في شخصية ولع وشخصية مفتاح. عجبني أول مشهد الافتتاحي اللي كان في بداية الحلقة الأولى. من أول مشهد والكاتب مدخلنا معاه في الأحداث، أكشن ومطاردات، وكمان بنشوف تعريف سريع للشخصيات الأساسية زي ولع مفتاح وقطايف وألمظ. وبمناسبة ألمظ، بعيدا عن إن المسلسل ده كان مليان تمثيل حلو من كل الكاست، فألمظ بصراحة كان أسوأ أداء تمثيلي في المسلسل. مفيش إحساس خالص في الكلام، إيه اللي هو بيقوله ده؟ تحس إنه بيسمع بس. دايما لما بتيجي تشوف اي فيلم لازم شخصية الشرير تعجبك زي شخصية البطل بالظبط. وولاد الشمس قدم لنا شرير ولا اروع. بابا ماجد محمود حميدة في دور الشر مش مطلوب منه انه يبرق ولا يزعق عشان يثبت لنا انه شرير بجد، الراجل بيقدم دوره بكل سهولة ومرونة. بابا ماجد مش شرير عادي خالص، ده واحد من تلاميذ مدرسة الشر اللي اسسها الجوكر. لو حللنا شخصية بابا ماجد هنلاقيه شخص مريض بالطمع والسلطة وكمان الالوهية. بابا ماجد دار الشمس دي كانت بالنسبة له الدنيا الخاصة بيه والعالم اللي بيديره، عالم هو اللي بيحط فيه القوانين، يؤمر الكل زي ما هو عايز ويقولوا سمعا وطاعة. وده بالظبط اللي شفناه من ولعة ومفتاح وقطايف وألمظ، اللي كانوا بيشتغلوا مع بابا ماجد في كل حاجة شمال، زي السرقة والاحتيال وغيره وغيره. بس الأربعة دول برضو كانوا مختلفين عن أي حد تاني في الدار. الأربعة كانوا رافضين فكرة العبودية وما كانوش حابين الحياة اللي بابا ماجد فرضها عليهم. دار الشمس بالنسبة لهم كانت عاملة زي السجن، وكان السجان بتاعها ماجد. دول مش بس كمان كانوا رافضين فكرة العبودية، ده كمان كانوا سايرين عليه. وده اللي شفناه لما كل شوية كانوا بيتخانقوا لما ماجد كان بينزل العيال المخزن، وكل شوية كانوا بيهربوهم. على عكس ولع ومفتاح اللي كانوا كارهين لعبودية ماجد، فعبيد كان حبيبها جدا. اوعى تفتكر ان اسم عبيد ده جه صدفة من الكاتب، هي مقصودة منه. عبيد ده بصراحة اكتر شخصية مستفزة في المسلسل كله. كلنا متفقين ان بابا ماجد هو الجلاد بتاع دار الشمس، ولكن عبيد كان دايما هو اللي بيدي القرباج لبابا ماجد. وده اللي شفناه لما قال له ان قطايف هو اللي سرق الملف من المخزن واداه للصحفية. وهنا بابا ماجد قال عليا وعلى اعدائي وقرر يموت قطايف بعد ما حطله سم في البيتزا. يمكن عبيد ما كانش عارف او متوقع ان بابا ماجد هيكون رد فعله عنيف كده ويموت قطايف، بس عبيد ما بيكتفيش بكده، ده كمان بيخون ولع ومفتاح وبيحاول انه يهرب بابا ماجد من الحبس. وهنا الغير منطقي ان ولع ومفتاح سامحوه كأنه ولا حاجة حصلت. طيب ازاي يثقوا فيه بعد ما شافوا خيانته؟ يمكن عشان عبيد هو اللي رباهم، بس برضه مش منطقية. وفي النهاية بينجح عبيد انه يهرب بابا ماجد من الدار عشان يأكد لولع ومفتاح ان نظرتهم فيه كانت غلط، وان نظرة ماجد كانت هي اللي صح. من اول لما شافه في السيرك وشافه بيتحرك زي اللعبة، عرف ان عبيد هيكون هو العبد المطيع ليه. وبصراحة نظرة بابا ماجد ما خيبتش خالص. من ضمن الحاجات اللي عجبتني في المسلسل مبدأ عدم التكافؤ اللي موجود في كل علاقات الحب اللي موجودة في المسلسل. عندنا مثلا قصة ولع وسحر اللي مفيش أي تكافؤ بينهم في السن، ودايما سحر كانت رافضة علاقتها بولعة، وبصراحة هي دوافعها كانت صح. بس ولع ما كانش باصص لحكاية السن دي خالص، هو شاف في سحر أمه اللي هو انحرم منها. كمان علاقة عبيد وأمينة اللي ما كانش موجود بينهم أي تكافؤ في الشكل. وبصراحة أكتر حاجة لفتت نظري في شخصية أمينة إنها ما بصتش خالص لشكل عبيد ورفضته عشان هو قصير القامة مثلا.
كمان مفتاح وعلاقته مع البنت اللي هو بيحبها بينهم عدم تكافؤ كبير في النوايا. مفتاح كان مخلص وصادق على عكس البنت اللي هو كان بيحبها، كانت بنت لعبية وكدابة. وكمان علاقة قطايف والصحفية اللي كان بينهم عدم تكافؤ في البيئة، الاتنين من بيئتين مختلفتين. يمكن العلاقة دي مختلفة عن علاقات الحب التانية بسبب انها علاقة حب من طرف واحد. من ضمن الحاجات اللي عجبتني في المسلسل كمان الكيمياء الحلوة والتناغم اللي كان بين ولع ومفتاح، الاتنين عاملين زي عادل إمام وسعيد صالح في مدرسة المشاغبين، واحد المخ والتاني العضلات. وهنا برضو الكاتب اعتمد على فكرة الرمزية من خلال ولع اللي كان دايما مندفع وبيعتمد على دراعه قبل عقله، على عكس مفتاح اللي كان دايما بيعتمد على عقله. طيب اتكلمنا كتير عن إيجابيات المسلسل وقد إيه ولاد الشمس هو أحسن مسلسل في رمضان، نيجي بقى للسلبيات. في الحقيقة سلبيات المسلسل كانت معظمها في السيناريو بتاعه. ليه مفتاح يموت في آخر المسلسل؟ أنا مش فاهم. يا جماعة ده خد المطوة ببطنه مش في قلبه، يعني كان ممكن يودوه المستشفى ويلحقوه، مش مشكلة يعني. بس كمان أحيانا النهاية الحزينة في الأعمال الفنية بتكون حلوة. هديك مثال على كده، فيلم افنجرز اند جيم لما توني ستارك مات في الآخر بعد ما طرقع صباعه بقفاز زانوس. دي كانت نهاية حزينة بس في نفس الوقت نهاية حلوة ما ضرتش بالعمل خالص. انت لو بصيت كده على توني ستارك هتلاقي ان ايرون مان هو أضعف واحد في الافنجرز، واحد معاه بدلة وخلاص، لكن في نفس الوقت برضه هو الشخصية الأضعف في الفريق. الكاتب قدر يخلي الشخصية الضعيفة دي هي أهم شخصية في الفريق لما خلاها تقضي على الشرير الأكبر زانوس. عشان كده موت مفتاح ونهاية ولاد الشمس ما كانتش حلوة بالنسبة لي. طيب انتوا ممكن تختلفوا معايا وتقولوا انه الكاتب حب يعمل حدث درامي صادم يشعل بيه المسلسل. هديكم مثال على حدث درامي صادم في مسلسل لعبة العروش بالتحديد. في اول موسم وفي الحلقة التاسعة جه مشهد اعدام نيد ستارك. في ناس كتير فاكرة ان نيد ستارك كان هو اللي هيكمل معانا في المسلسل وان هو البطل، وده فعلا اللي كان بيتمهد ليه فعلا من اول حلقة. لكن فجأة نيد ستارك محدش بينقذه وجوفري بيقطع راسه وبيتعدم. بس في نفس الوقت انا ما ينفعش اقارن موت مفتاح بموت نيد ستارك، لاننا اتاكدنا بعد كده ان نيد ستارك كانت شخصيه فرعيه في المسلسل مش الشخصيه الرئيسيه اللي هي جون سنو. بس مفتاح كان هو الشخصيه الرئيسيه. ليه بقى يموت؟ موته ما فادش الاحداث بحاجه، وبالرغم ان عبيد كان هو السبب الرئيسي في موت مفتاح، ليه ولع سامحه وخلاه يكمل شغله في الدار؟ طب ليه ما طردوش؟ عبيد كان يستاهل عقاب شديد زي بابا ماجد بالظبط. وبينتهي المسلسل على ولع وهو بيكلم نفسه وبتخيل ان مفتاح بيكلمه وقاعد معاه، وبنشوف الاتنين نايمين على سطح الدار، وكأن الكاتب بيقول لنا ان الاتنين كانوا انعكاس لبعض. الأحلى من كده بقى الوثائقي اللي اتعرض بعد الحلقة، اللي شفنا فيه مجموعة من اليتامى بيحكوا لينا عن معاناتهم وحياتهم وازاي بيواجهوا مصاعب ومشاكل في قبول المجتمع ليهم. جميل انك تتفرج على عمل فني فيه تسلية وترفيه، بس الأجمل بقى لما يكون في نهاية العمل ده رسالة بتشوفها وبتستفيد منها، وده بالظبط اللي شفناه في ولاد الشمس. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.